مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد. الذره ده انا كنت جايباه امبارح. ده شكل الحوض، ملناش دعوه بيه. كنت جايبه الاتنين ب5. مش عارفه ايه اللي خلاني مكترش، جبت 4 بس. اكلت واحد امبارح والنهارده هعمل واحد او 2، مش عارفه. بس ايه، مسلوق. حطيت كده ميه على النار وهحط فيها زي ما قلت لكم رشة اسمه ايه، كركم ومعلقة سكر. معلقة سكر واحدة بس، ده كده بمقام معلقة. فهحط دلوقتي رشة الكركم. هحطها كده هنا وهحط عليها السكر وهاخدهم وهحطهم في المية. الكركم بيدي صفار بسم الله الرحمن الرحيم، للذرة. لان الذرة بتاعنا ده اللي هو المصري العادي بيبقى لونه ابيض، مش بيبقى بسم الله الرحمن الرحيم، مش بيبقى مصفر زي اللي هو الذرة الحلوة. فانا انا شفت الفيديو بيتعمل كده، فانا هعملها زي ما شفت الفيديو. بصراحة امبارح انا لما شويته هو كان حلو بس كان ناشف شوية. اختي كانت قايله لي ان انا احطه في الفرن شويه لحد لما يدبل، وبعد كده اديله التحميصه دي على النار من فوق. بس انا الصراحه بيني وبينكم ما عنديش خلق يعني. فهعمله كده، مع ان انا والله كنت عماله انقي اللي هو الطاي. انا عاوز اقول لكم ان هو اصلا كان مورور ولا مرورو، مش عارفه ليها اسم كده. كان طري كده وكان حلو. حتى انا اصلا كمان نسيت اطلعه من الكيس بتاعه. حسيت ان هو لونه كده غير واصفر كده، وبدأ ان هو اهو يطلع حاجات بيضة كده. فانا ممكن بقى ايه اختار 2 يعني ايه واسلقهم عادي، حتى لو قعد عادي انا ما عنديش مشاكل. انا اصلا النهارده امبارح كان اليوم الفري بتاعي. فاللي هو ايه اكلت اكله انا بحبها، فالنهارده بقى ايه مش عايزه اكل اي اكل. هاكل بس مجرد الذره بس. واشرب مثلا قهوه، اسمه ايه، ايس كوفي او اي حاجه من الحاجات دي وبس. انا كده. انا الرجيم بتاعي كده، اللي هو ايه، لو في يوم بوظت فيه، لا بعدها مثلا بدي يومين. انا ممكن اليومين دول حرفيا ما اكلش فيهم الا حاجات هبله. فعلشان كده الحمد لله بخس يعني. ف بسم الله الرحمن الرحيم. هسلق ايه، واحد اتنين، واحد اتنين. هسلق 2 واسيب واحد مثلا لو حبيت ان انا اشويه مثلا. بس لحد ان شاء الله لما اجيب كمية تانية. انا بحب الذرة جدا 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 جدا، هو الترمس. بس بحاول ان انا ابعد عن الترمس علشان القولون. ما اكلش منه كمية كبيرة، مع ان طبعا الترمس حلو قوي في الدايت يعني، اللي هو تقدري انك تاكليه. طبعا انا قاعدتي في الدايت ان طول ما انت جعانه انت ماشيه صح. طول ما انت جعانه انت ماشيه صح. تلاقي نفسك بقى شبعانه الشبع اللي هو لا، انت في حاجه بتعمليها غلط. فهو ده اللي انا بعمله بالليل. عاوزه اقول لكم ان انا ببقى بتقطع كده، بس اللي هو لا، مش هقوم واكل، هكمل في الصيام. هستنى بقى الميه تغلي. هغطيها، هو بس انا مش عايزه اغطيها بس دلوقتي علشان البتاع بتاعها عايز يتغسل. فهغطيها وتغلي واكون بقى قشرت الذره. هنا بقى يا بنات بعد لما قشرته وكده، عاوزه اقول لكم ان انا حاولت ان انا اقسمه كده بالنص كده. بس للاسف ما عرفتش يعني، وخفت الا السكينه تدخل في صدري. حاولت ان استعنت بالسكينه دي والسكينه دي كمان، بس للاسف ما عرفتش. فقلت بقى خلاص بقى هعمله كده وخلاص. هحاول ان انا اقطعه واحده هنا كده كمان، ان انا اقصره شويه. آه بس ما عرفتش. بصوا سبحان الله، بصوا ديت صفرة قوي كده ازاي، بصوا عامله ازاي. يا ريت كان كله اصفر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت هقول ايه تاني. هنا بقى مطلعه اللبن. اللبن ده انا كنت عند بابا اليومين اللي فاتوا دول، اللي هو خميس جمعة سبت. فكنت حاطاه في الفريزر باقي اللبن يعني، حطيته في الفريزر. قلت علشان خفت يعني اللي انا عقبال ما ارجع من عند بابا يكون هو باظ يعني. فحطيته في الفريزر، قلت بقى ايه اطلعه. اهو الازازه الكوبايه بتاعتي اللي انا على طول اشرب فيها الايس كوفي. حطاها كده هنا قدامي علشان لما اعمل يعني. كنت اقول لكم ايه تاني.
فطلعته علشان اعمل واحده ومع الذره ده، والحمد لله الحمد لله يعني هو كده. جبرت كده النهارده في الاكل، كده النهارده مفيش اكل تاني. الميه لسه ما غليتش علشان ما غطيتهاش، ف هتاخد وقت شويه، مش مهم يعني، انا كده كده مش مستعجله. فهروح اظبط شويه حاجات بره، مش لازم يعني اللي انا اصورها او كده، هروق الصاله بمعنى اصح. بعد كده نرجع للذره. الميه غليت اهي. دلوقتي الساعه 4 الا تلت. فانا هحطهم كده بقى وهحسب بقى هو خد قد ايه. بس على ما اعتقد هو اكيد 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 هياخد وقت كبير جدا طبعا. فحطيتهم كده، انا كان نفسي ان انا اقطع، كان نفسي. بس يلا مش مهم. هسيبهم بقى ايه براحتهم بقى، راحتهم هما كمان على العين الصغيره، مش الكبيره. فهسيبهم بقى ايه ياخدوا كده ويدوا مع بعض لحد لما يستوي ونشوف طعمه هيبقى عامل ايه في الاخر. انا اول مره اكله مسلوق كده يعني، اول مره اعمله. تقريبا تقريبا. مش فاكره ان كنت عملته قبل كده ولا لا، بس اكيد دي اول مره. هنا بقى يا بنات بعد لما خلاص هو دخل في سوا او استوى خلاص بمعنى اصح يعني. للي بيقول ان هو ما بياخدش وقت ومش عارفه ايه، لا ده بياخد وقت، ووقت كتير قوي قوي قوي. يعني كده احنا دلوقتي الساعه 6 الا تلت، وانا حاطاه كام 4 الا تلت. فهو داخل له في ساعتين اهو شويه. بسم الله. انا كمان قطعت الذره الكوز الاخير وحطيته. مش عارفه بقى هو كده استوى بقى ولا ايه، بس بياخد وقت كبير جدا. هو طري، طعمه يعني ان هو باين ان هو طري، بس اللي هو ايه، مش عارفه. طبعا ده الشعر اللي هو مرضاش يطلع. انا هستكفي بكده، هستكفي بكده، ولما عاوز اكل واحد هسخنه. هسخنه في الشوربه بتاعته دي. فدلوقتي بقى هعمل ايه؟ هعمل لي ايس كوفي، واكل لي واحد من ده. علشان بصراحة انا حبيته قوي عن المشوي كمان بتاع امبارح. هو بياخد وقت، بس الاحسن ان احنا يوم ما هنعمل حاجة زي كده نعمل كمية كبيرة بقى في حلة اكبر بقى، وخدي بقى 16 ساعة بقى لما تستوي. هعمل ايس كوفي وهرجع. الاول لما كنت بحب اعمل معاكم الايس كوفي كنت بحطه في الخلاط واضرب ومش عارفه ايه. دلوقتي بصراحه اللي هو ايه، ما بقاش عندي خلق يعني. هو كده مجرد شويه القهوه اللي احطهم، او النسكافيه يعني، ومع معلقه سكر، واقلبهم كده مع شويه ميه كده صغيرين، اللي هو بصوا كده يعني. واقوم حاطه اللبن. طبعا ليه فيديوهاتي سريعه الايام دي، اللي هو ايه، الدنيا حر والله العظيم. الجو فظيع بسم الله. الجو فظيع فظيع فظيع، اللي هو يعني اللي هو مش هستحمل ان انا اقف وقت كبير جدا في المطبخ. يعني انا بعمل حاجة البيت وبجري كده، اللي هو الدنيا حر. هقلب بقى كده بسم الله. انا معليه صوتي لو الصوت جاي عندكم عالي قوي، علشان بس مش مركبه المايك، فبس علشان الصوت آه بسم الله، ان هو يتسجل كويس يعني. بسم الله. هو اصلا كان اللبن متلج يعني، فمش شرط بقى ان انا احط المره دي تلج. هو حلو جميل قوي كده، حلو قوي. هحط بقى الغطا بتاعها، والحمد لله على كده. هروح بقى اطلع لي درهايه واجي. طلعت لي اهو واحد، ده كده واحد. ومش عارفه ارش عليه كده رشه من السبرينكل، احط كده حبه كده هنا وادوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا سخن. بسم الله. بسم الله. سخنه قوي. حلو. حلو، بس انا هاكله كده من غير ده احلى. وهو كده على وضعه كده احلى. شويه السكر و كمان رشيت شويه ملح، فكده تمام يعني. احنا ممكن كمان والله ان احنا نطلع ده كده بالسكينه ونحطه في كيس في الفريزر، اللي هو يبقى حلو برضو مع اي سلطه، مع اي حاجه من الحاجات دي. حلوه برضو، جميل ده برضو. بسم الله. حلو الايس كوفي، مش مسكر. جميل بصراحه، جميل جميل جميل.
بس كده يا بنات، ده كده كان يومي النهارده البسيط جدا جدا. طبعا انا مروقه الدنيا بره، والمطبخ لسه المواعين على وضعها، مكسله ان انا ادخل اعملها. بس ان شاء الله ربنا على بالليل كده هيقويني. لو قدرت ان انا اصور معاكم بالليل هصور، وانا بعمل المطبخ يعني. بس عامه عامه الشقه كلها محتاجه تنظيفه من اللي هي بجد. ان شاء الله هبدأ ان انا اعملها الايام الجاية، علشان بقى ايه، بداية دخول الشتاء وكده يعني. فانا بحب ان انا ابدر بصراحة، خصوصا الحاجات اللي بتتعمل تحت السراير وكده، لان انا عندي برضو حاجات انتم متعرفوهاش. ف مسيري هقولها لكم، مسيري في يوم من الايام هقولها لكم. فانا بحب ابدر علشانها. اشوفكم بقى ان شاء الله يا بنات في فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.